المثال من قياده شرطه، من قياده الشرطه الاتحاديه في بغداد تذهب الى وزاره الداخليه، حينما تذهب تخفو غفوه طويله في قسم الارشيف، وتخفو في اقسام اخرى، وتخفو في الوزاره ل4 اشهر و5 اشهر. ما حال المواطن عائله الشهيد هذه التي تنادي وتطالب وتناشد وزاره الداخليه بان تسرع 4 اشهر ولا يستلم المستحقات الماليه. هناك مستحقات لمجلس العزاء ومستحقات لهيئه الخدمه باعتباره اصبح شهيدا. من اجل هذا البلد اولا حينما نلاحظ انه شهيد في وزاره الداخليه، فاعتقد ومن وجهه نظري اراه هو المضحي الاول في جانب منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه، وتحديدا هناك من كانوا في الشوارع وحملوا ونقلوا هموم المواطن العراقي، ويستحق المواطن العراقي ان يقدم له الشكر والتحيه في جانب التضحيات الكبيره. فعلى وزاره الداخليه ان تسرع بعمليات عوائل الشهداء التي عاده ما نسمع بقيت في الارشيف